أول رد من أحمد سعد عن فيديو استحمامه: خدت على إني أتشتم 3 أيام في الأسبوع. حرص الفنان أحمد سعد الرد على الانتقادات التي تعرض لها من جمهوره وهو يغني خلال استحمامه، حيث ظهر عاريا، الأمر الذي عرضه لانتقادات لاذعة من متابعيه. وقال أحمد سعد في لقاء له: خدت على اني اتشتم 3 ايام في الاسبوع، فخلاص مواظب عليهم وما بغيرهمش. والسوشيال ميديا اتغيرت، لان زمان كان الافضل للنجم انه يختفي، لكن في الوقت الحالي انك تكون موجود والناس تهتم بتفاصيلك ده شيء مهم. وانا كمان بحب كل شوية اغني من العربية، وكانت جديدة شوية اني اغني في الحمام. كما عبر احمد سعد عن سعادته بنجاح حفلته في المغرب ضمن فعاليات مهرجان موازين، وقال: بشكر الجمهور المغربي على الحضور والتفاعل، واي حفلة ناجحة الجمهور اللي مسؤول عنها وهو اللي بيعليك او بينزلك. كما كشف احمد سعد عن امنيته في تقديم ديو غنائي مع سعد المجرد، وقال: سعد المجرد نجم كبير وبحبه شخصيا وفنيا، وفكرت اقدم شيء معاه، وفكرت كمان اقدم شيء من التراث المغربي، وده بالنسبة لي اعظم واعظم. كما تحدث احمد سعد عن برنامجه الجديد بمشاركة شقيقه عمرو سعد والذي يحمل اسم بيت السعد، وقال: عمرو سعد اخويا حبيبي اللي بحبه وبكن له كل الاعجاب والاحترام، واشترطنا كمان انه يتعرض على MBC المغرب علشان تشوفوه، واحنا بنعمل فيه زي بيتنا، بنستضيف فيه كل الجمهور.